طارق، انا ليا شروط في الطفل اللي هتجيبه. الاول انا عايزه ما يتعداش ال 15 سنه ويكون ابيض، ولما تجيبه عندك البيت عايزك تخدره وتتاكد انه ما ماتش عشان تشتغل فيه وهو صاحي. ولما يجيلك تكتفه في السرير، وعايزك تجيب شاكوش ومشرط وتفتح من عند صدره لغايه اخر بطنه وتطلع كل عضو وتحطه في كيس جنب منك، وتتاكد ان كل حاجه تكون متصوره كويس. يلا ورينا همتك، المبلغ مش قليل. جرائم الدارك ويب في قبعة المخ. اللي سمعتوه من شوية ده كان حوار داير بين طفل عنده 15 سنة ومقيم بدولة الكويت، بيحرض فيه شخص اسمه طارق ومقيم في مصر على ارتكاب جريمة قتل عن طريق الدارك ويب. اللي هنقوله النهاردة من أصعب الجرائم اللي حصلت في وطننا العربي، وعشان نعرف باقي التفاصيل ومين الضحية تعال نرجع مع بعض بشريط الأحداث ل 2024، تحديدا في شهر إبريل في شبرا الخيمة. ده تاريخ اختفاء الطفل أحمد اللي كان مقيم في شبرا الخيمة، واللي كان عايش معاه جاره وفي نفس المنطقة شاب اسمه طارق. طارق في أواخر العشرينات من عمره، وكان شغال عامل في قهوة، ووقف دراسته عند تانية ثانوي. وكان معروف عن طارق أدبه وأخلاقه بين أهل منطقته، خاصة إنه كان قايل لهم إن هو بيعاني من مرض السرطان، وكان بيصرف على نفسه وعلى علاجه من شغله في القهوة. طبعا شاب في الظروف دي بتكون حالته المادية صعبة جدا، خاصة لأنه قاعد لوحده في شقة إيجار. طارق كل علاقاته بأهل المنطقة اللي هو فيها كانت طيبة، خاصة الأطفال اللي كان بيقعد معاهم وبيحاول يديهم معلومات في الدين، وهو كمان كان محبوب من الأطفال دي، وهم كمان كانوا واخدينه قدوة ليهم لأنه كان هادي وكان بعيد عن أي مشاكل. من ضمن الأطفال اللي كانوا بيقعدوا مع طارق كان الطفل أحمد. طارق كان وضعه العام غريب جدا، لأنه كان دايما بيتغيب عن شغله في القهوة، ولما كان صاحب القهوة بيسأله أنت بتروح فين؟ كان بيرد عليه ويقول له أنا بغيب عشان بروح لجلسات الكيماوي، وما ينفعش يتغيب في مرة عن جلسة منهم عشان حالته الصحية ما تتدهورش. لحد ما جه في يوم طارق تغيب فترة كبيرة جدا عن المنطقة وعن شغله، وساب الشقة اللي قاعد فيها مقفولة. طارق بعد فترة من الوقت ظهر، ولكن بهيئة جديدة، دخل على أهل المنطقة بلبس جديد وعربية وجاب موبايل. ولما سألوه عن سبب الفلوس دي ما كانش لاقي أي إجابة مقنعة غير إن هو يقول إن هو ورث أخوه اللي كان عايش بره. طارق بمجرد ما رجع المنطقة أول حد يفكر يتصل بيه هو الطفل أحمد، اللي كان بقالهم فترة كبيرة جدا ما شافوش بعض. ولما أحمد شاف طارق في الوضع الجديد ده حبه أكتر وخده قدوة ليه، واستمر الوضع عادي لغاية أما أحمد في يوم خرج من بيته عشان يقعد مع أصحابه ويلعب بلاي ستيشن زي ما كان متعود، لحد ما جت الساعة 8، وده الوقت اللي كان أحمد متعود يطلع فيه البيت. ولكن الغريب في الموضوع إنه ما طلعش واتأخر على غير العادة. والدته في الوقت ده حاولت تتواصل معاه أكتر من مرة بالتليفون، ولكن لما يأست ولقت التليفون مقفول دايما قالت لوالده ينزل يدور عليه. والد أحمد لما نزل يدور عليه وسأل أهالي المنطقة محدش فاده بأي معلومة، كأن فص ملح وداب. بعدها والد أحمد قرر يروح لقسم الشرطة عشان يقدم بلاغ بالتغيب. رجال الأمن في المحضر اللي زي كده بيستنوا 24 ساعة من البلاغ، وده إجراء طبيعي جدا في الحالة دي. وطبيعي أول حاجة لجأ ليها رجال الأمن إن هم يفرغوا الكاميرات. لقوا أحمد بيتحرك بشكل طبيعي جدا في الشارع، يعني بيقف مع أصحابه شوية، بيدخل محل البلاي ستيشن ويخرج. لكن آخر حاجة ظهر فيها أحمد كان موجود واقف مع طارق وماشيين لغاية اما اختفوا عن الكاميرات. رجال الأمن لما ركزوا في تسجيل الكاميرات لقوا حاجة غريبة قوي. لقوا إن طارق قبل ما يقف مع أحمد دخل الصيدلية واشترى شاش ومخدر. وطبعا هم اكتشفوا المشتريات دي بعد ما سألوا الصيدلي نفسه. رجال الأمن بعد ما خلصوا استجواب الصيدلي استدعوا طارق وسألوه عن مكان أحمد، وهو قال انه فعلا كان ماشي معاه في الوقت ده، ولكنه راح مشوار وما يعرفش مكانه فين. اما بالنسبه للشاش والمخدر اللي كان بيشتريهم من الصيدليه قال لهم ان هو عنده الكانسر وبيعاني منه بقاله فتره، وان هو متعود دايما يشتري الادوات دي عشان حالته الصحيه ما تتدهورش. رجال الامن ما شكوش في طارق، وده لانهم بعد ما عملوا تحريات اتاكدوا ان فعلا طارق عنده المرض ده، وكانت علاقته بأحمد علاقة طيبة جدا وكانوا أصحاب من زمان. ومر أسبوع على اختفاء أحمد لحد ما حصلت حاجة غريبة. حد من جيران طارق كان بعدي بالصدفة قدام الشقة وشم ريحة غريبة جدا، فقرر ساعتها إنه يخبط على طارق عشان يطمن عليه. ولما ما فتحش بلغ أهالي المنطقة بالريحة اللي هو شاممها. أهالي المنطقة اتجمعوا وحاولوا يخبطوا عشان طارق يفتح لهم، ولكن محدش كان بيرد عليه. فقرروا ساعتها إنه لازم يقتحموا الشقة. ومن هنا كل حاجة اتغيرت.
لأن المنظر اللي شافوه كانت صدمة ليهم، لأنهم شافوا جثة على السرير وكانت مقطوعة بشكل طولي من عند الرقبة لغاية تحت، وما كانش فيه ولا عضو جوه الجثة دي، ده حتى العينين ما كانش موجودة في مكانها، وكان في كيس أسود موجود جنب الجثة. الأهالي للوهلة الأولى قالوا إن دي قضية تجارة أعضاء، وبلغوا رجال الأمن اللي جم وفحصوا مكان الجريمة ويدوروا على طارق اللي كان هربان ساعتها، ولكنهم بعد فترة قليلة جدا قدروا يمسكوا طارق ويقدموه للنيابة بتهمة تجارة الأعضاء. النيابة العامة لما جالها محضر المباحث حولت الجثة على الطب الشرعي عشان تعرف أسباب الجريمة. الطب الشرعي لما فحص الجثة ومكان ارتكاب الجريمة اكتشف حاجة غريبة جدا، وهي إن الدافع من الجريمة دي ما كانش تجارة الأعضاء، ولكن الهدف منها هي التعذيب بس. وده لأن الجثة متعرضة للضرب المبرح وطريقة نزع الأعضاء ما كانش بالاحترافية الطبية المطلوبة، وده لأن الأعضاء اللي اتشالت من الجثة ما ينفعش تتزرع في جسم شخص تاني، وده غير ان مفيش اي معدات طبيه موجوده في مكان الجريمه. النيابه العامه واجهت طارق بالشهود وبتقرير الطب الشرعي، وهو ما انكرش، وقالوا ان فعلا استدرج احمد عشان يقتله وياخد اعضاء ويتاجر فيها، وانه بيتعامل مع شخص اسمه علي ومقيم في دوله الكويت، وهو اللي بيحرضه على النوعيه دي من الجرائم. وكان الاتفاق بينهم ان يقتل احمد وياخد 5 مليون جنيه من علي، لكن الشخص ده كان ليه طلبات غريبة، لأنه كان بيطلب إن لازم تتم جريمة القتل قدام الكاميرا، ولازم قبل منها يحصل تعذيب، وإن لازم الجريمة تكون متصورة وهو بيذبح الضحية وبيطلع أعضائها. وقال إنه بعد ما نفذ الجريمة علي قال له إنه محتاج شخص تاني وإنه هيعلي له المبلغ، وبالفعل طارق قفل على جثة أحمد الشقة وراح عشان يدور على ضحية جديدة، ولكن رجال الأمن قدروا يقبضوا عليه قبل ما ينفذ أي جريمة تانية. ومع استكمال التحقيقات مع طارق عرفوا يوصلوا لهوية الشخص اللي كان بيحرضه، وهو طفل عنده 15 سنة واسمه علي ومقيم بدولة الكويت. وطبعا عشان النيابة العامة تقدر ان هي تقبض على الشخص المقيم في دولة تانية لازم تتواصل مع الانتربول او جهاز التعاون الدولي، وده لان الجاني او الشخص ده مش مقيم على نفس الدولة. النيابة العامة ما ينفعش تصدر امر بضبط واحضار شخص مش موجود على الاراضي المصرية، وبالتالي تم التنسيق مع الانتربول وتم القبض على علي وترحيله إلى مصر. بالتحقيق مع علي قال فعلا إن هو طلب كده من طارق وطلب كده من كذا شخص، وإن هو بيتاجر في الفيديوهات دي على الدارك ويب، وقال إنه طلب من كذا شخص فيديوهات لتعذيب حيوانات، وقبل كده طلب من إن هي تصور نفسها وهي بتعذب ابنها وقال لها هديكي على الدقيقة الواحدة مليون جنيه. وقال إن اللي خلاه يحب النوع ده من الفيديوهات إن رغبته الجنسية معدومة، وإن هو بيتلذذ لما بيشوف حد بيتعذب قدامه. وقال إنه بعد ما بيخلص فرجة على الفيديوهات دي بيعرضها على الدارك ويب، وقال إن في ناس مستعدة تدفع ملايين عشان تشوف النوعية دي من الفيديوهات. النيابة العامة بعد ما استوفت التحقيقات بعتتهم على محكمة الجنايات، والمحكمة حكمت على طارق بالإعدام شنقا وعلى علي ب15 سنة. طبعا اللي يهمنا في القضية دي معلومتين مهمين جدا. أول معلومة، ليه المحكمة حكمت على طارق بالإعدام وعلى المحرض أو على الشريك ب15 سنة؟ أول حاجة بالنسبة لطارق، طارق اتحكم عليه بالإعدام لأن هو توافر في حقه ظرف مشدد اللي هو ظرف سبق الإصرار والترصد، وده عند تحققه لازم المحكمة تحكم بالإعدام. أما بالنسبة لعلي، علي طفل عنده 15 سنة، وقانون العقوبات المصري بيطبق عليه قانون الطفل. يعني قانون الطفل ده بيقول لو في شخص لم يبلغ 18 سنة وعمل جريمة عقوبتها الإعدام ما يتعدمش، لكن بيتم تخفيف العقوبة من الإعدام ل15 سنة كأقصى حد. أما بالنسبة للمعلومة التانية اللي لازم نعرفها، هل النيابة العامة المصرية مختصة بالتحقيق مع حد مش مقيم على الأراضي المصرية؟ لأن علي ساعتها وهو بيحرض على الجريمة كان موجود بدولة الكويت. قانون العقوبات المصري في مبدأ اسمه مبدأ الإقليمية. المبدأ ده بيقول لو جريمة حصلت على مصر كل أطراف الجريمة هتتحاكم في مصر بما فيهم الفاعل بما فيهم الشريك، وده اللي حصل في قضية النهاردة. طارق اتحاكم في مصر وعلي جه عن طريق الانتربول الدولي واتحاكم داخل مصر. استنونا في حلقة جديدة في قبعة المحقق مع تحليل قانوني جديد. رام عبد